مرحبا واهلا وسهلا بمتابعي ومشاهدي قناه بهية كيتشن على منصه يوتيوب. دائما مع افكار الفطور ولا العشاء، وصفات السهله والسريعه. اليوم ان شاء الله راح نشوف وصفه عجه المرقاز، سهله التحضير خفيفه وبنينه. خليكم على روسيت. في مقله تكون سخونه نكونوا سخناها من قبل، نحطوا كميه المرقاز اللي عندنا، ما نضيفوا له حتى اضافه تاع ماده دهنيه، لا زيت لا زبده. هنا شوفوا كيفاش بعد ما يدي حوالي 10 دقائق هكا كيدخلوا طياب غير شويه، يدير ديك التحميره الاولى. شوفوا الزيت اللي يطلقها، نعاودو نرفدوه. ودوك هذه الزيت هي الاولى، ونفس في نفس المقله راح نخدموا الدرسه ديالنا اللي حيطي ولا لاصوص اللي حيطي فيها المرقاز. في هذيك نفس المقله وهي سخونه نضيفوا نديروا فيها البصل الثوم. البصل نكونوا قطعناه مربعات صغيره ثم نسكرفجوه، نخلوهم يذبلوا فوق النار. بعد ذلك انا هنا ضفت حوالي راس تاع الطرشي تاع الحار، قطعته الى مربعات. ونضيفوا التوابل اللي هما عندنا الملح، شويه تاع الفلفل الكحل، شويه تاع راس الحانوت، شويه تاع الملح. المهم التوابل ديروا على حساب الكميه تاع المرقاز اللي عندكم. نضيفوا ملعقه تاع طماطم مصبره، نحرحروها بشويه تاع الماء ونخلوهم فوق النار يزيدوا يتقلاو شويه. هنا بالنسبه للحار، اللي يحب الحار يزيد، تقدروا تزيدوا فلفل دريس. انا هنا كنت درت هذاك كان عندي حار هذاك الفلفل، تما ما زدتش. بعد ما يتقلاو المكونات ديالنا نضيفوا الماء، نضيفوا القليل من الماء. هي هنا لاصوص على حساب نتوما تحبوا تغماس ولا اللي عندكم يحبوا تغماس، سينو تقدروا تخلوها ناشفه. بعد ما مرقت بالقليل من الماء نضيف شويه تاع الكمون وشويه تاع الفلفل العكري، ما نديرهمش من قبل لانه يمرون يطلقوا لنا المراره. نغطوهم ونخلوهم يذبلوا، نخلو ديك لاصوص تعقد غير في غلها حوالي هكاك 5 دقائق، يعني ديجا نقلينها من قبل. ونعاودو نرجعوا هذاك المرقاز يزيد يتشرب في هذوك في هذيك التوابل، في هذيك لاصوص، وزيد تختار معنا هذيك لاصوص كذلك. هنا وبعد ما طاب المرقاز ديالنا لاصوص اختارت خلاص. وكل واحد كما قلت لكم من درجه المرقه اللي يحبها يوصل لها، تنشفوها تحبوا تزيد تضيفوا على هذه كما حبيتوا نتوما وشحال تحبوا تغمس. نضيفوا حبيبه تاع البيض كذلك يكون على حساب نتوما شحال حابين، على حساب كميه المرقاز اللي عندكم. نخلوه يطيب شويه، كاين يحبوا نص طياب، كاين يحبوا طيب مليح. بعدها نقدموها. انا درت لها رشه تاع المعدنوس تقوني تجي بزاف بنينه، وكذلك توالم كفكره الفطور، خاصه الفطور ولا العشاء. لا كان تلفت لكم ودوكا مع الحال بدا يسخن، ما توالمكم غير هاد لا غوسيت تسلككم. نتمنى وصفه اليوم كانت نالت اعجابكم، لا فيديو كانت افادتكم وكنتوا استفدتوا منها. ما بقى لي غنقول لكم بصحتكم شهيه طيبه، تهلاو في ربحكم في العزاز عليكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله.